أسباب طلاق سميه جمال من رشدي إباظ. قدم تلفزيون اليوم السابعة تقريرا عن فراشة السينما المصرية سامية جمال التي توفيت في ديسمبر عام 1994 مترا بعد تاريخ طويل في السينما والحياة. كانت خلاله سيدة الحسن والجمال والدلالج فراشة بكل ما تحتويه الكلمة من معنى، حيث ولدت يوم 5 مارس من عام 1924 مترا، واسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ، في إحدى القرى التابعة لمحافظة بنسويف، حيث بدأت حياتها الفنية مع فرقة بديعة مصبني، وكانت تشارك في التبلوهات الراقصة الجماعية. وفي عام 1943 بدأت بالعمل في مجال السينما، حيث شكلت ثنائيا ناجحا مع الفنان فريد الأطرش في عدة أفلام، وقدمت على أغنياته أحلى رقصاتها وأشهرها. قدمت سامية جمال العديد من الأفلام المحفورة في ذاكرة السينما المصرية، أبرزها فيلم أحبك أنك، ونشالة هانم، وعفريتة هانم، والرجل ثان، ساعة الصفر، بنت الحتة، طريق الشيطان، كل دقة في قلبي، موعد مع المجهول، أمير الانتقام، انتقام الحبيب. وكان آخر أفلامها الشيطان والخريف، إنتاج سنة 1972 ميلاديا. اشتهرت بحبها للمطرب الراحل فريد الأطرش، وقد اعترفت من قبل أن حبها الوحيد هو الفنان فريد الأطرش، رغم أن البعض ظن أن حبها الأول والأخير هو رشدي أباظة. وقالت الفنان سامية جمال في أحد حواراتها الصحفية: لقد أحبب فريد الأطرش 8 سنوات لا يربطنا فيها إلا الحب، فقلت له أعتقد أنه آن الآوان أن نتزوج، فرمان بكلمة أصابت قلبي وأقفلته، قال لن أتزوج من راقصة. وتزوجت سامية جمال من الفنان رشدي أباظة أكثر من 17 عاما، وذكر أن سبب الانفصال هو زواجه من الفنانة صباح، وطلبت الطلاق فورا، إلا أن رشدي أباظة رفض الأمر، لكنها أصرت على الطلاق بعد محاولات فاشلة منه. في أوائل السبعينيات اعتزلت الأضواء والفن، ثم عادت مرة أخرى للرقص في منتصف الثمانينيات، لكنها سرعان ما عاودت الاعتزال مرة أخرى حتى وفاتها في 1 ديسمبر عام 1994 ميلاديا. قدمت سامية جمال العديد من الأفلام المحفورة في ذاكرة السينما المصرية، أبرزها يا أحبك أنتي، ونشالة هانم، وعفريتة هانم، والرجل ثانج. وكان آخر أعمالها فيلم الشيطان والخريف، إنتاج عام 1972. تعتبر أشهر زيجة في حياة الفنان الراحل رشدي أباظة، والذي اشتهر بزيجاته العديدة والقصيرة، إلا أن واحدة فقط عاشت معه طويلا، وهي سامية جمال، حيث استمر زواجهما لمدة 17 عاما، وذكر أن سبب الانفصال هو زواجه من الفنانة صباح، وطلبت الطلاق فورا، إلا أن رشدي أباظة رفض الأمر، لكنها أصرت على الطلاق بعد محاولات فاشلة منه. كما اشتهرت بحبها للمطرب الراحل فريد الأطرش، وقد اعترفت من قبل أن حبها الوحيد هو الفنان فريد الأطرش، رغم أن البعض ظن أن حبها الأول والأخير هو رشدي أباظة. وقالت الفنان سامية جمال في أحد حواراتها الصحفية: لقد أحبب فريد الأطرش 8 سنوات لا يربطنا فيها إلا الحب، فقلت له أعتقد أنه آن الآوان أن نتزوج، فرمان بكلمة أصابت قلبي وأقفلته، قال لن أتزوج من راقصة، حسب ما ذكر كتاب النساء الملك فاروق للكاتب أشرف توفيق. في أوائل السبعينيات اعتزلت الأضواء والفن، ثم عادت مرة أخرى للرقص في منتصف الثمانينيات، لكنها سرعان ما عاودت الاعتزال مرة أخرى حتى وفاتها في 1 ديسمبر عام 1994.